السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة آية ويسير. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. وصفة اليوم إن شاء الله هي صابلي بالحامض. إلا كانت هذه أول زيارة لكم للقناة ما تنسوش تشتركوا وتضغطوا على زر الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. على بركة الله نبدأ بطريقة التحضير. في إناء كنوضع 125 غرام ديال الزبدة النباتية، كنضيف عليها كأس ديال العنبة ديال السكر كلاصي أي السكر الناعم. كنخلطهم مزيان حتى كتندمج الزبدة مع السكر مزيان، ثم كنضيف عليهم القليل من الملح و القشور ديال او لو زيست ديال الحامض، ثم كنضيف عليهم 2 ديال صفر ديال البيض وكنمزجهم جيدا حتى كنحصل على خليط بحال البوماد. ثم كنبدا نضيف الدقيق تدريجيا. ضروري اننا نضيف الدقيق تدريجيا باش نتحكموا في القوام ديال العجين ديالنا. هنايا بعد ما تجمعت العجين ضروري انها تكون لينه ما تكونش قاصحه. كما كتلاحظوا راه هي كتجمع بهذا الشكل هذا، وكنوضعها في الثلاجه مده 10 ديال الدقائق حتى كتجمد واحد شويه باش نستطيعوا اننا نتحكموا في العجين ديالنا في التقطاع. كناخذ بلاستيك غذائي كنوضع عليه العجين، ثم كنوضع بلاستيك غذائي اخر من الفوق، ثم كنبدا نسرح العجين ديالي. انا هنا استعملت قطعه ديال الشكل ديال القلب اللي من 2 جوايه. كما كتلاحظوا انه السمك ديال العجين ضروري يكون بهذا الشكل هذا، ما تكونش غليظه وما تكونش رقيقه بزاف. كنبدا نهزهم وكنوضعهم في الصينيه ديال الفرن. ما نحتاجوش اننا ندهنوا الصينيه لانه العجين كتحتوي على الزبده وما غاديش تلصق لينا. كنوضعهم في فرن ساخن نار متوسطه. كنمروا الحشوه ديالنا اللي كنحتاجو فيها نصف عصير ديال الحامضه. كنضيف عليه كنبدا نضيف عليه سكر كلاصي حتى كنحصل على هذا القوام هذا. هذا هو البسكويت ديالنا من بعد ما طاب، ما خصوش يتحمر بزاف. كنوضع الحشوه ديالي لداخل، ثم كنوضع وحده على وحده، هذيك اللي ما متقباش لتحت والاخرى اللي متقبه من الفوق، ثم كنزينها بهذا الشكل هذا. وكنوضع عليها كنرش عليها الشعريه ديال الشكلاط. وكنقدموهم بالصحه والعافيه. كنتمنى ان هذا الصابلي يعجبكم وتجربوه ان شاء الله. ولا عجبكم الفيديو وضعوا لي جيم، والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.